حكاية أسماء جلال من الحجاب للرقص ودخولها لعالم التمثيل والفن وعلاقتها بويجز وأمير المصري. أسماء جلال الموهوبة اللي مدوخة نص شباب مصر بجمالها. أسماء جلال اتولدت سنة 95 وكان حلمها إنها تبقى مشهورة، عايزة تكون ممثلة ونجمة، وبالرغم من إنها كانت مستصعبة الدراسة إلا إنها كانت شاطرة في أدبي ودخلت كلية إعلام قسم إذاعة وتلفزيون، وكانت محجبة ومحدش كان بيلاحظ جمالها بسبب لبسها الواسع وحجابها، فكانت مش مميزة قوي في الوقت ده، ودي كانت أكتر حاجة مضايقاها. بتحاول تكون مشهورة بشخصيتها بس وهي في الجامعة محدش كان بيلاحظ حتى زمايلها، وده اللي خلاها تشتغل على نفسها وتتعلم ازاي تكون موديل للمحجبات، وكانت بتجيب فيديوهات وتتعلم ازاي الموديلز بيمشوا ويتحركوا والتكنيك بتاع المشي والشو اللي بيعملوه. اشتغلت في المجال ده وكسبت منه فلوس، لكنها حست انها لو كملت مش هتوصل لأي حاجة من اللي بتحلم بيها. وفي يوم من الأيام جابوا رقم أسماء واتصلوا بيها وقالوا لها انهم شغالين مع الداعية مصطفى حسني ومحتاجين واحدة شكلها كويس ومحجبة وملتزمة زيها، عايزينها تظهر مع الشيخ مصطفى، وقالوا لها لو موافقة تعالي بكرة في المكان الفلاني ومش هنختلف. قالت أسماء خلاص هظهر على التلفزيون في برنامج مشهور وهيشهرني وهبقى مذيعة قد الدنيا. بس كل الكلام ده طلع بلوشي، لأنها ظهرت فعلا مع مصطفى حسني بس ما قالتش ولا كلمة. الداعية مصطفى حسني كان سعيد جدا بيها كموديل لملابس المحجبات في 2016، بس لما دخلت في مجال التمثيل قررت تخلع الحجاب من ورا أهلها وما شافوهاش غير على التلفزيون. أسماء تحب تسمع راب وبتحب ويجز وبتحب السفر لدرجة إنها سافرت مع أمير المصري إنجلترا وعاشت هناك، ولما رجعت مصر عرض عليها دور تمثيل وقال لها إنها لازم تبقى نجمة وتخلع الحجاب. أسماء ما فكرتش كتير وخلعت الحجاب واشتغلت في المسلسل، ومحدش من الجمهور حس بيها ولا أي حاجة، وبعد وقت قصير جالها أكتر من عرض تمثيلي وخدت دور مهم جدا في مسلسل كلبش. هو مش كبير قوي لكن وشها بدأ يتعرف، ومثلت بعدها في مسلسل كأنه امبارح. أسماء جلال بدأت تكتسب شهرة أكبر بشكل ملحوظ، وبدأ الجمهور يركز عليها بشكل كبير، والأول مرة أسماء حست إنها بدأت تحقق حلمها في إنها تكون مشهورة. ونجاحاتها ما وقفتش على التمثيل، لكن بدأت تطور نفسها على السوشيال ميديا وبدأت تنشر فيديوهات كتير تستعرض فيها رشاقتها وأناقتها، وده اللي خلاها تجيب تفاعل كبير من المتابعين على صورها وفيديوهاتها. بعد شهر أسماء جلال بدأت تظهر عليها إشاعات كتير، وأكتر إشاعتين أثروا على حياتها الشخصية والفنية. الأولى كانت قصة حب بينها وبين ويجز، لكنها نفت كل ده وأكدت إنها بتحب أغانيه وبتحب تسمع له بس. أما الإشاعة التانية فكانت عن زواجها من الفنان أمير المصري، واللي أثارت ضجة كبيرة، لكنها ظهرت ونفت الكلام ده بشكل رسمي. وأمير المصري أكد إنهم أصدقاء فقط وبيسافروا ويخرجوا مع بعض، لكن مفيش بينهم أي حاجة. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا إيه رأيكم في حكاية أسماء جلال، وهل بيعجبكم تمثيلها وأدوارها اللي بتقدمها؟